السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. سمعتوا طبعا صوت القرمشة في الفيديو في البداية كده، والسمك كان تحفة بجد وكان مقرمش جدا. تابعي معايا الفيديو علشان تعرفي كده احنا عملناه مقرمش ازاي، وشوفي الفيديو كده وتابعي التفاصيل. بصوا هنا انا بوريكم التقطيعة دي كده، علشان انا ماسكة التليفون بالايد التانية مش عارفة امسكلك اقطع لك. بصوا انا بقطع كده شرايح بميلة بالورب كده، 5 كده شرايح كده بالميله. وبعد كده بنزل عليها بخطين تديني بقى ايه، تديني شكل السمبوكسات دي. يبقى عملت ايه؟ عملت شرايح بميله زي اللي احنا بنقطعها كده في السمك، بس دي بزود فيها، بعمل 5 فتحات بميل وبنزل عليهم بخطين بالطول، بتديني بقى السمبوكسات اللي انت شايفاها دي. دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني ان التتبيله، بصوا لما بتني السمكه كل التتبيله بتتشرب جوه السمك، بيبقى تحفه، بيبقى شارب من كل التتبيله. هنا طبعا السمك انا بجيبه من عند المحل متقصقص ومتنضف، بس طبعا مش بتعتمدي عليه، انت بتراجعي تاني بقى وتقصقصي الزوايد. لو في ترتر بتشيليه من جوه بيبقى هو طبعا مش منضف من قلبه، فانت بتراجعي عليه كويس جدا. وبعد كده بعصر عليه ليمون واسيبه شويه، وبعد كده اغسله واصفيه واحطه بقى كده علشان اتبله. هتبله بايه؟ هتبله بملح وليمون فقط لا غير، وادخله التلاجة لحد ما نعمل له بقى الخلطه اللي هنحشي بيها قلبه. طبعا سمك البولتي بيحتاج تتبيلته بتحتاج الملح شوية، هو وسمك البوري عن بقية الأسماك التانية، لأن اللحم بتاعه يعني بيبقى قوي شوية فبيشرب ملح. فحطي شوية ملح حلوين وعصير الليمون ودخلي التلاجة ساعة. هنا بقى بعد ساعة كده هعمل بقى التتبيلة اللي هحشي بيها قلبه. هعمل بقى ايه؟ هعمل توم على فلفل اخضر على شبت. ده شبت، الكيس ده لوحده شبت، والكيس التاني ده اللي انا هقطع منه دلوقتي ده كزبرة على بقدونس. تمام كده. يبقى فرزيه كده. الخضرة في الفريزر بتنفعك قوي في تتبيلات السمك، وممكن في المحشي وحاجات كتير، والعجة بتنفع الخضرة. خدت بقى كده شبت على كزبرة على بقدونس ونص معلقة من الشطة وكمون، رشة فلفل اسود، وظبطت الملح بتاعي واحط الملح. ضربت الكلام ده كله في الكبة. طبعا ما عصرتش ليمون على التتبيلة لان السمك انا عصر عليه ليمونتين فشارب من الليمون. همسك بقى كده التتبيلة دي احشي بيها قلب السمك بره وجوه الفتحات دي كلها. شايفة بقى الفتحات اللي احنا عاملينها دي؟ هنشربها كلها من التتبيلة بره وجوه، ونخلي السمكة كلها كده شاربة من التتبيلة، بتبقى طعمها تحفة يا جماعة. انا عن نفسي الخلطة اللي جوه دي بحبها اكلها قوي بالرز، يعني بحب قوي ان انا اكلها بالرز وبتبقى طعمها حلو قوي بصراحة. طبعا كل واحد بقى على حسب ما بيحب. يعني هقول لكم برضو ان جوزي ما بيحبش كده، فانا عامله له، هتشوفوا الطريقة برضو اللي انا عاملاها له. بحشي بقى قلب السمك بره وجوه. انا ال2 كيلو طلعوا معايا 6 سمكات، فقسمتهم 3 و3. بصوا بقى جوه الفتحات دي باخد كده من التتبيله، واخد كده اروح بالطول واروح على اللي عاملاهم بميله برضو، احشي كده القلب بتاع السمكه واملاها خالص. انا بحب السمك بتاعي اللي انا هاكله يبقى مليان كده من الثوم والتتبيله بتاعته كده، بيبقى هايل. هحشي بقى الثلاث سمكات بنفس الطريقة، ونروح على الثلاث سمكات التانيين نعمل لهم خلطة وتتبيلة تانية، علشان انا جوزي مش بيتقبل طعم الثوم اللي هو الفريش في السمك، مش بيحبه. يعني الناس اذواق طبعا يا جماعة، وكل واحد ياكل على حسب الذوق اللي بيحبه. فانا من الناس اللي بحب اعمل لكل واحد طلبه، يعني مش بمل من الموضوع ده. بحب اعمل لكل شخص الحاجة اللي بيحبها. يعني حتى ولادي اليوم اللي بيقولوا لا مش هناكلوا سمك، انا بعمل لهم حاجة تانية غير السمك. مش بحب اجبر حد على الاكل يعني بصراحه. هنا بقى بحط ايه بقى في التتبيله اللي بعملها دي؟ توم بودره، كمون، شطه، شويه الملح، وبعصر عليهم عصير كده ايه بسيط من الليمون، كده حاجه بسيطه من الليمون. وبقلب كده كل التتبيله دي، كل الخلطه دي مع بعض، ويبقى بتيجي ان انا احشي بيها السمك. هو ممكن بيتقبل التوم البودره لكن ما يتقبلش التوم الفريش الصحيح. بمسك بقى السمكية بعمل لها مساج من بره ومن جوه وما بين الفتحات كده، من بره ومن جوه، وبتبقى بقى السمكة برضو شاربة من التتبيلة. عايزة اقول لكم التتبيلة دي برضو حلوة قوي في السمك وبتبقى جميلة. انا ساعات بكون جايبة سمك بولتي حجمه صغير، بقليه من غير محشي قلبه، بيبقى طعمه حلو قوي بالتتبيلة دي، وبحب اكله كده وبيبقى مقرمش وجميل. بحشي بقى قلب السمك كده بنفس الطريقة بره وجوه، شربت السمك، وهاخد بقى السمك ادخله التلاجة على ما احضر بقى الخلطة اللي هعملها علشان نعمل فيها السمك. ودي الخلطة اللي هي تعتبر مختلفة عن الطريقة اللي انا طبعا التقليدية اللي انا بحط في الدقيقة على طول.
هنعمل ايه؟ دي معلقه كوبايه من الدقيق، عليها معلقه من النشا، وعليها معلقه من الكركم، نص معلقه كمون وشطه وملح وفلفل اسود. وهبتدي اقلب الكلام ده كله بكوبايه الميه اللي معايا دي، لغايه ما اعمل كده ايه قوام اللي هو يعني مش تقيل، لا يبقى كده خفيف. بصوا القوام ده كده. دي اسمها التلحيسه يا جماعه. الشيف محمد حامد عملها، وشيفات كتير كمان عملتها بجد حلوه، والمطاعم بتعملها عشان تحافظ على الزيت والزيت ما يتحرقش منك. هنا بقى انا عملت كمان كفر خارجي، برضو حطيت دقيق وحطيت عليه نفس التوابل، كمون وشطه وملح وشويه كركم. انتي بقى ليكي حريه الاختيار، عايزه تعمليه في التلحيسه دي بس وتروحي بقى تحطيه في الزيت، او عايزه بعد ما تعمليه في التلحيسه دي تحطي له دقيق علشان يبقى عامل زي الكنتاكي كده، اعمليه. انا حبيت ان انا اخليه كده ايه، واخد كفر كده مزجزج زي السمك، زي قصدي الفراخ الكنتاكي، فكان بجد تحفه. وكان يا جماعه زي ما سمعتوا في بدايه الفيديو مقرمش وخطير، كان بجد حلو قوي قوي. بتروحي بقى على الدقيق ده تعفريه وتنطري كده اي زيت زياده، وتنزلي بيه في الزيت بتاعك. بصوا بروح كده في التلحيسه دي هي اسمها كده والله يا جماعه، اسمها التلحيسه. لحسي بقى، اقعدي لحسي في السمكه كده وامليها وغوطي كده فيها، ونزلي بقى اي زيادات وروحي على الدقيق. الخطوه بتاعت الدقيق اختياريه، انا حبيت ان انا اعملها علشان السمك يبقى عامل زي الكنتاكي كده من بره. اما لو انت حابه تاخديه من التلحيسه دي تروحي بيه على الزيت على طول، برضو لكي حريه الاختيار يا حبيبه قلبي. كده بقى بحط كله بعفره في الدقيق، واي زوايد ببتدي ان انا انطره عليه عشان يعمل شكل الزجزاج اللي بيبقى في الفراخ كده الكنتاكي. والله العظيم بجد كان تحفه، وكان مقرمش، وكان عامل زي الفراخ الكنتاكي فعلا، وهي مقرمشه كده وخطيره. شربته كده من الدقيق واي حته كده، وبقوم جايه بقى ايه نطره كل الزوايد اللي عليه اهو، واروح بقى على الزيت بتاعي. وبصوا لون السمك في الزيت بيتكلم، ذهبي، وبجد الله على جماله وعلى طعمه اللي كان تحفه. بصوا انا بعمل لكم الفويس بعد ما اكلنا، وعايزه اقول لكم ان انا عايزه اكل تاني، يعني من جماله عايزه اكل تاني، بس هو اتنسف بصراحه. بقلي بقى السمك كده في زيت، وزيت غزير كده، وبرده تبلت التانية، وببتدي برده ان انا انطر ايه اي زوايد عليها. طبعا طلعت السمكة اللي هي كانت اتحمرت، وحطيت سمكة كمان اهو، والتانية دي كمان اتحمرت، وهبتدي ان انا برضو اخرجها. بصوا بقى الجمال، السمكة اول ما بتنزل بقى كده بتمسك نفسها وبتبقى خطيرة اهو. شايفين لونه تحفة. بصوا هنا انا كنت فاتحه لكم بقى الصوت ده في بداية الفيديو، هنا كنت بعمل بالشوكة كده عليه وكان مقرمش وخطير. ده الرز الصيادية، انا مصورتهوش بس مصوره في فيديو تاني بتاع البربون، هنزله لكم برضو ان شاء الله في يوم تاني. دي بقى صينيه اللمه، دي بالنسبه لي انا سرقاها من ماما الصينيه دي يا جماعه. ماما هتسمع الفيديو ده دلوقتي وهتقول لي يا هلا هاتي الصينيه دي انا سرقتها من امي بجد، صينيه اللمه. بص بحطها كده وبنتجمع عليها كلنا ونقعد بقى ناكل. حطيت بقى الرز كده من تحت، وحطيت عليه السمك، وعملت طبقين سلطه، وكان الاكل بجد تحفه. وكان السمك هايل هايل يا جماعه، وكان مقرمش وخطير بجد. كنت بتاكلي كده بصي عامل زي تتبيله الكنتاكي من بره، كان هايل. اعملوه بالطريقه دي، ما بيشربش زيت وما بيهدرش الزيت معاكي، وممكن الزيت تصفيه وتقلي فيه قليه كمان لسمك تاني يعني. اوعي تروحي تقلي فيه بطاطس وتقولي هلا قال تقلي فيه بطاطس، لا، تقلي فيه سمك تاني. يعني هو زيت بيبقى نضيف ونقي، فانت ممكن تصفيه وتحطيه كده في علبه، ولما تيجي تعملي سمك تاني تقلي فيه سمك تاني قليه كمان، وخلاص على كده عشان الزيت غالي يا جماعه. وزي ما انتوا شفتوا كده عملنا السمك وكان حلو قوي. جربوا طريقة التلحيسة دي، لو مش بتعملوها هتعجبكم جدا. والطريقة دي انا خدتها من الشيف محمد حامد، انا بحب قوي فيديوهاته وعجبني بصراحة، وحبيت ان انا اعمله لولادي، وبجد حلو. وتسلم ايدك يا شيف على الاكلات الحلوة اللي بتعملها. طبعا هو مش هيسمع الفيديو بتاعي، بس ده حقه، لازم ان انا اقول الكلمتين دول، ولازم اقول تسلم ايدك بجد. سمك شايفينه حلو قوي وخطير. جربوا بقى اعملوا السمك بالطريقه دي، هيعجبكم ويعجب ولادكم. انا عندي ولد في ولادي ما بيحبش السمك خالص، واليوم ده اخد فلوس وقال انا هجيب اكل من بره جاهز لنفسي. ولما رجع بالليل ودوقته له قال لي لا، لو هتعملي لي السمك على طول بالطريقه دي هاكل معاكم سمك. فعجبه قوي. بصوا وقطعوا بقى كده كل الفتحات بقى اللي انا عملتها دي، بقت السمبوكسات دي كلها كده شاربه من التتبيله، وتقطعها كده في صوص منه والرز بقى. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.